احب اعرفكم بنفسي، انا هايدي ديدان. وطبعا ليه هتسالوني هم ليه سموكي هايدي؟ علشان كنت مره كده واقفه على شط في اسرائيل وكان معدي بيبيه النتي، فراح غمز لي بعينيه الشمال كده، راح قال لي هاي دي شاور لي وقال لي هاي دي فحبيت الاسم قوي. كنت فاكره المضروب هيقول لي شالوم، لكن قال لي هاي دي، فقلت بقى اغير اسمي في السجل هناك عندهم. وساعتها وصى عليا مدير السجل شاول ديفيد عزرا. وطبعا اسمي شاول ده حكايه كبيره جدا ومحدش يعرف السر ده غيري. بيبي قالهولي في سهره من اياهم. اصل بيبي نتن كان بيخور مراته ساره مع واحده من جماعه الاخوان، فشاول شافه. بيبي نتن طبعا اتغاظ واتضايق، قال له انت شفتني؟ وراح باصص لي كده ومبرق له، قعد يبرق له، فقال له ما تخافش يا ريس بيبي، شاول. ومن ساعتها غير له اسمه هو كمان في السجل وسماه شاول. وعشان اطمنت له فانا غيرت هناك اسمي في السجل عنده. غيرت اسمي بقى هناك من محمد ناصر كناريا لهايدي ديدان. وربنا يبارك لي في كل الديدان، لان لما كان اسمي محمد ناصر كناريا ربنا كرمني وعملت عمليه تحويل مساري، تحويل مسار. ساعتها حصل خطأ من الدكتور حسن البنا في العمليه، وكان كله بسبب التعقيم، فالديدان طلعت عليا كده زي ما انتم شايفين، كل دي ديدان. عشان كده اسمي هايدي ديدان. وقلت بالمره بقى اغير جلد الجماعه المنكوحه، عشان شغل بقى الجلاليب والدقون والسبح والنقاب واللازم منه ما بقتش بتجيب مع المصريين، فقلنا نسلك طريق الشمال. بحب احاول شمال قوي، كان نفسي قوي ومنى عيني اشتغل مرضعه قطوره ارد على القطر من دول يقول تو، واتعرض عليا كمان ابقى مرضعه سيد قشطه، بس ما رضيتش. بيني وبينكم خفت، والله العظيم خفت. سيد قشطه ده بقه كبير قوي، بس انا قدها اسد مع بقي التخين، انا ولا يهمني، بس انا خفت على سمعتي يقولوا عليا ايه مرضعه سيد. فانا بصراحه بقى جايه لكم كده علشان تساعدوني في قلب نظام الحكم. قولوا لي بقى يا اذكياء، انتوا محتاجين الجيش في ايه؟ اعمل لكم ايه الجيش ده؟ انا اجيب لكم جيش نسوان يستاهلوا بقكم، هيحموكم من البرد وتكسير العظام والشيخوخه، عليهم تدليك صوابع تتلف في حرير. انا برضو صبعي يتلف في حرير لا ما تفهمونيش غلط، لا انا محترمه قوي. وبعدين قالوا لي هنا هي مصر محتاجه رئيس في ايه؟ انا عندي ليكم جماعه عارفين ربنا، ماشيين بقال الله وقال الرسول. هم اي نعم ما بيعملوش بيه، بس هو ماشيين، هم ناس محترمين زي قوي كده بالظبط، بس محتاجين تدوهم فرصه كمان. وبعدين المره دي مش هتبقى اي مره، ده المره دي هيعجبوكم قوي. دول بيتصرف عليهم دلوقتي جامد قوي، بيتصرف عليهم من الداء للسواك. وعندكم محمود فتحي، بس انتوا اللي بتتبطروا على النعمه. وبعدين مش هيمشي من دماغه، وده هيكون تحت مظله بلاد بره عشان تبقوا اوروبا. يعني ما تخافوش، زيه زي الشرع بيحب يمد لبره. ودي مش تمثيليه انا عاملاها عليكم لا سمح الله. اي نعم انا بمثل ومثلت ادوار كتيره، واخر مسرحيه مثلتها مع سمير غانم الله يرحمه، اخويا هايص وانا مايص. كان بيغير مني قوي سمير غانم، عشان كده ما خدتش حقي في الفن. كان سمير بيغير مني قوي لانه كان بيتحداني لما عمل المشهد ده، كان عايز يغطي عليا، عايز يعلي عليا، بس هو فين وانا فين ده انا سايبه سيد قشطه على صرخه واحده من العياط عشان جعان عايز يرضع. طب ايه رايك مش هردعك يا سيد؟ ما هو يا تجيبوا لي ابو الهول يا يفتح حل، انا ما برضعش غير الاحكام الكبيره. وبالمره بعد ما ارضعه اهو يبقى ابني، اهربه واسلكه على بره. بموت في تهريب الاثار. تمثال الحريه هدي حيلي لسه جاي من امريكا ومرضعه تمثال، وسايبه ابو حنان ترمبول عمال يقشط له انا تعبت قوي واشتغلت على نفسي كتير لحد ما وصلت للي انا فيه ده، وربنا كرمني من عنده يا رب. جات لي فلوس ياما من بره، عشان كده استغلوا مواهبي واستغلوا قدرتين الفول دول. اغرف لك كيس ب 10 جنيه. انا بفكر افتح محل منتجات البان واضارب الناس اللي في السوق واسميه بعلف بعلف اصل بحب الخرفان قوي. يعني ايه اللي هيخليني اقوم من بيتي واهز طولي كده واجي واشيل الحموله دي كلها الا اذا كنت عشان بحبهم؟ ما انا جوزي بقى الله يرحمه بقى كان من جماعه الاخوان، ساب لي قرشين حلوين كده وخلاني نعجه هانم قد الدنيا بس بالشكل الجديد. ما انا بيني وبينكم كده كنت متجوزه خيرت الشاطر، طلع شاطر، بس قال لي نتجوز في السر علشان مراتي لو عرفت هتمغص حياتي، وانا دلوقتي راجل كبير في الجماعه وما يرضيكيش منظري يبقى وحش قدام الخرفان. فقلت له خلاص نضرب ورقتين عرفي، فبخفه دم المعروفه وخفه دم الاخوان قال لي بلاش عرفي خليها فروي الجماعه دول عليهم افيهات.
بعد اذنكم يا جماعه، انا ملاحظه كده الناس مكسوفه من صورتي على السوشيال ميديا عشان منزلاها كده، وحاطين استيكرات صغيره كده عشان يداروا الموضوع. عندي مش محتاج استيكرات، ده محتاج بطانيه اهو بالمره يدفيني. سقعانه ايه ده؟ زلزال يا شباب. عايزاكم الفترة اللي جاية بقى تركزوا كويس قوي عشان عايزين نعمل ثورة. عايزين الشارع كله يتملي رجالة وشباب، الستات لا عشان ما حدش من الحكومة يقبض عليكم. انا خايف عليكم. انا عايزة الرجالة بس، رجالة وشباب زي الورد طول بعرض. ليه؟ عشان انا بحب احك في الرجالة قوي. بحب واموت قوي في المليطة. هي دي الثورة ولا بلاش؟ طب اللي هينزل الثورة منكم ليه عندي مخدتين هدية، ومش محشيين فايبر، لا دول محشيين فيلر. وللأسف الإخوان عملوا بمثل، عايز تهد راجل سلط عليه مرأة. شر شر شر. قلة الحيلة تعمل أكتر من كده. جرى إيه يا جماعة الخرفان؟ النقاب والدقون والسواك والسبح ما جابوش معاكم مع المصريين، فقلتوا تحاربوا المسيح الدجال في أكل عيشه يا ولاد المرأة الوزة، يا ولاد الفاجرة. يا بختك بمعارضينك يا سيسي. الراقصة هايدي بيبي النتن شيروها له.